يا هلا والله ميت مرحبا، شلونكن حبايب؟ شو الأخبار؟ طمنيني عنكن، إن شاء الله بخير. شلون الأمور معاكم؟ إن شاء الله رجعتوا لروتينكم بعد العيد. طمنوني عنكم، إن شاء الله تمام. طبعا اليوم بجيت لكم الفيديو بأحلى شموسة وأحلى صباح. فقت والله الشمس طالعة الحمد لله رب العالمين، والجو كثير حلو. أنا قالت لكم قبل مرة إنه الشمس بس تطلع خلاص بحس بطاقة إيجابية وبتحمس، فوالله انبسطت كثير كثير الحمد لله. وقلت لازم أسقي زريعاتي. طبعا أني كل 10 أيام تقريبا أو أكثر شوي بسقيهن مرة. يعني أني من الفيديو الماضي لما سقيتهن معاكن ما رجعت سقيتهن. طبعا أني أحيانا بغسلهن يعني غسلة كاملة، يعني بظبطهن وبشوف إذا في شي ورق أصفر، في شي مو ظابط فيهن بشيله، لأنه إذا مترك الورق الأصفر فيهن بياكل منهن. طبعا في منهن ما شاء الله صارهن عندي سنتين وشوي. في هاي اللي عالطرف هيك شوي اللي مايلة، هاي صارها عند أبو أسامة شي 4 سنين أو 5 سنين، يعني صارلها من زمان ما شاء الله. فوالله أنا كثير بحب الزريعة وكثير بحب تكون موجودة عندي بالبيت. طبعا بما إنه الشموسة طالعة الجو ما بده إلا هيك فنجان قهوة طيب على رواق. خبروني انتو بتحبوا الزريعة ولا لا؟ وشو في هيك زريعة زرعتوها بالبيت وكانت حلوة يعني وعجبتكم وعاشت بالبيت؟ هسا في زريعة بقولولها السجادة، كثير 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 بحبها. وبس نزلت على سوريا كان بدي اجيب منها والله وما صح لي. بس هسا اذا رجعت شفت منها، خصوصا هسا هاي الفترة فترة زراعة كويسة، بدي ازرع منها باذن رب العالمين. وبهذا اليوم والله بعد ما سويت القهوة كمان كان عندي كثير شغلات أعملهن. بس أول إشي شو قلت لأ لازم أسوي لأبو أسامة فطور مرتب. طبعا بما إنه الشمس طالعة والجو حلو شربنا القهوة أنا وأبو أسامة بالمطبخ. طبعا أني من العالم اللي بتحب تقعد بالمطبخ، يعني كثير كثير بحب جو ترتيبي أقعد بالمطبخ، ما بعرف هيك كثير برتاح. حتى بس أروح لعند حدا مثلا نقول لا تواخذيني قعدتك بالمطبخ إذا ما عندهم مش مكان أو إشي، بالعكس أنا بكيف بقولهم لا أنا بحب أقعد بالمطبخ. وهيك والله جهزت صحن التسقية. طبعا أني بس أعمل والله فتة، ولا بعمل جنبيها شي أبدا أبدا، ولا بحط حواضر. وبسوي بس كاسة شاي إلي لأنه أبو أسامة ما بيشرب شاي. فشوفوا لي هالمنظر، بسم الله ما شاء الله. طبعا شاركتكم إياها بمقطع قصير على اليوتيوب. وشو أني باليوم اللي بعمل فيه تسقي أو فول مثلا كمان ما بطبخ. فهاي الطبخة بثاني يوم، يعني القهوة والتسقي كانت بيوم، وهاي الطبخة والخبز بيوم ثاني. ما كانش عنا خبز كان خالص. وابو اسامه بده يروح يجيب، قلت له لا بس عندي انا بدي اعمل لك خبز حوراني. كثير كثير بحب الخبز الحوراني، يعني امي الله يطول بعمرها ويعطيها الصحه والعافيه كانت دائما تخبز لنا اياه. فوالله قلت خلص اجت على رجليها، بما انه ما فيش خبز بقوم بخبز لي شويه خبز، يعني بجرب. يعني خابزة قبل مرة وهاي المرة الثانية، يعني مش دائما بخبز. طبعا هون أني مستخدمة كيلو ونص طحين، حطيت عليهن ظرفين خميرة لأنه كل ظرف هو لنص كيلو. ورجعت حطيت كمان علبة من الخميرة الحية هاي لكيلو أو لنص كيلو تقريبا. وبعجنهن مي فاترة وبرش عليهن رشة ملح. طبعا هاي العجينة لا بدها زيت لا بدها لبن لا بدها اشي. وهذا العجين كل ما عجناه كل ما كان احسن. يعني امي دائما بتقول العجين بالتعجين، فالعجينة السر انها تطلع كويسة وناجحة معاكم انكم تعجنوها بشكل كثير كثير كبير. فبعد ما خمرت شغلت الفرن احميه. الفرن لازم يكون كثير حامي لانه اذا كان الفرن بارد العجينة سبحان الله ما بتنفش، يعني ما بتطلع طيبة وبتطلع قاسية شوي. فقلت لبين ما يحمى الفرن اني شو بقرص العجينات وبخليهن يرتاحن. عملتهن هيك والله على شكل كرات، تركتهن يرتاحن. طبعا خطوة انهن يرتاحن كثير مهمة، لانه اذا ما ارتاحن واجينا نفرد العجينة بيكون الموضوع كثير صعب وما بتنفرد. فلهذا السبب لازم انه نقرصهن ونتركهن تقريبا شي ربع ساعة. اذا الجو بارد عادي فيكم تركوهن نص ساعة، بس اذا كانت الدنيا شوب لا بيرتاحن كثير وبيتجمعن على بعضهن. وطبعا اني بهاي الاثناء لبين ما يرتاحن ولبين ما اخبز الخبزات كنت ناوية اعمل دجاج بالقلاية الهوائية.
فوالله اني الدجاج بعد ما هو منظف ومغسل كمان بمي وخل، رجعت عصرت عليهن عصرة ليمون وحطيت عليهن خل، وبدي احط عليهن هاي التتبيلة. طبعا اني حاطة محضرة الطعام دبس فليفلة وثوم وزيت زيتون وثوم بودرة وبصل بودرة وملح وفلفل وبابريكا وزنجبيل وهيل مطحون وقرفة وكزبرة يابسة، وبتركن لحتى ينقعن وياخذ الدجاج شوي من الطعمة. واني بسويهم بالقلاية الهوائية، باخذن معي 40 دقيقة بطلعن صايرات وغير شكل يعني. فاني كمان اذا بتحبوا تحطوا الخلطة وتتبلوها الدجاج كمان قبل بيوم، كمان ما فيش مشكلة. ولبين ما تبلت الدجاج كمان عملت مايونيز على طرف كمان، ان شاء الله شي مرة بدي اشارككم الطريقة كمان كثير طيبة. وهون شايفين العجينات شلون كان اول اشي صغار، هسا كبرن. ببلش اروق فيهن طبعا. امي ما شاء الله يعني ما فيش حدا مثلها. ما بتروقهن على الشوبك، بتسويهن هيك بايدها يعني، تاخذهن وبتجيبهن بصير يعني ما شاء الله القرص كبير ورغيف وما احلى. بس اني والله يعني هاي الصراحة مش كثير بعرفها، يعني بعرف بس لا بحس الشوبك اسهل لي، فمديتها والله. واهم اشي انه ما يكون لها اطراف، لانه الصراحة الخبز يكون له اطراف تطلع طعمته مو طيبة. وهاي اللي حطيت عليها هاي اسمها كارا، هي اشي مثل المخدة، وبكون إلها تحت مثل المسكة مشان نمسكها الرغيف يعني مثل مو شايفين، واحطه بالفرن بكل سهولة. طبعا اني هون مستخدمة هذا الحجر، حجر البيتزا. هذا الحجر بيحفظ الحرارة وبخلي الفرن حرارته كثير عالية. وبس اول ما يتحمر الرغيف من تحت بقلبه من فوق، وهاي النتيجة النهائية. بسم الله ما شاء الله. طبعا هذول كل الخبزات اللي عملتهن، يعني ما عملتش كمية كبيرة الصراحة، ما بعرف كم رغيف طلعن معاي. وهون الدجاج لازم بالقلاية الهوائية اول اشي نحط شوية مطيبات ونضيف كاسة مي، مشان الدجاج يطلع من جوا طري. يعني هاي اضافة كاسة المي يعني هام جدا وضروري، يعني ما بصير نستغني عنها، لانه اذا ما حطيناها بيطلع الدجاج ناشف. فلا الدجاج طيب تكون فيه طراوة. طبعا اليوم كانت اكلتي على السريع شوي، يعني ما اني خبزت وهيك. وانا الصراحة ابو اسامة ما بحبني اخبز وهيك اعمل هيك قصص بالدار، بيقولي خلاص يعني نشتري خبز، اسامة بيغلب كذا. بس اني لا، اني يا جماعة الخير وحدة كثير تغلبة، بحب يعني اسوي هيك قصص بالبيت. وهون عيرت الطنجرة على 40 دقيقة وتركتها. طبعا بهاي الأثناء شو قليت بطاطا، لأنه طيب معها البطاطا المقلية. وهاي بعد ما صارن طبعا أني بحبهن يطلعن كثير مقمرات. يعني الجلدة ما بحبها تكون إنه فاتحة مو مقمرة، هيك أطيب وألذ يعني. وشوفوا ما شاء الله شلون ذايبة وصايرة مستوية على الأخير. وهاي المايونيز اللي عملته طبعا بس هيك حطيت الأكل على السريع لأنه فقدت الشغف. وبعدين والله جهزت هيك قعدة حلوة ورايقة إلي ولأبو أسامة. كان أسامة نايم، فقلت الواحد لازم يستغل الأجواء ولازم يستغل نومته للسيد أسامة. طبعا أني بوشار من زمان ما عاد قليت بالطنجرة، عم بتعاجز اقلب الطنجرة وارجع اجلب الطنجرة ومدري شو، عم بجيب من هذا اللي بنحط بالميكروويف اسهل واسرع. بس والله من فترة شفت انه طبيب تغذية عم بيقول انه هذا البوشار سيء، لانه الزيوت اللي مستعملينها فيه سيئة جدا. يعني قال انه اسوأ انواع الزيوت بحطوها بهيج قصص. فوالله ما بعرف اذا برجع بجيب منه ولا لا. وطبعا حضرت كاسة متة وقلت يلا خلاص هسه احلى قعدة. بس الله يحميه ويحفظ السيد اسامة، هسه بتشوفوا النهاية قام وفاق وما خلى شي يعني. طبعا انا قبل مع اسامة كنت كثير اتوتر وما اعملش اشي ومدري شو. قام في رفيقة الي قالت لي، نصحتني نصيحة الله يجبر بخاطرها وما بنساها ابدا. قالت لي خلاص لازم تتعودي على الحياة مع أسامة، تعيشي حياتك طبيعي وتعملي كل شي بتحبيه، لأنه إذا ما عشتي حياتك بشكل طبيعي فخلص يعني انت هذا كله عم بيروح من عمرك، وأسامة موجود يعني. لا تأجلي كل شي لحتى ينام. فوالله هذا بعد ما فاق أسامة يعني المنظر لحاله يتكلم، الصورة لحالها تتكلم. نكت البوشار ونكت كل شي. طبعا أنا شلت باقي الأغراض لأنه لو تركتنا على الطاولة كان مصيبة يعني، ودمار شامل طبعا. وهاي المشوار بيوم ثاني
طلعنا والله اني ابو اسامة كمان، كان الجو حلو بسم الله ما شاء الله، وكان ناقصنا شوية اغراض وشوية تسوق. فقبل العيد ما جبنا اغراض، قلنا خلاص عيد وهيك يعني مش رح اطبخ بالعيد. فوالله نزلنا جبنا هيك الشغلات الناقصة، مش كل شي، بعد في كثير اغراض ما جبناهن بس لانه كنا طالعين احنا بس انه هيك تمشاي يعني. صورت لكم هاي الشجرة، كثير حبيت منظرها. هاي دائما اني يعني بس يصير الربيع يعني واشوف هذول الشجرات كثير بحبهن. وطبعا بعد ما رجعنا من التسوق فردت هالغراض افرجيكم اياهن وضبيتهن طبعا كل شي بمكانه. والكزبرة والبقدونس اني مستحيل اجيبهن وما انقيهن واضبهن بالبراد، الفن محارم واضبهن لانه اذا كانت فيهن ورقة واحدة صفرة بتخرب الدنيا. وطبعا اكيد مش رح ارجع اطبخ، فجبت معاي بطاطا جاهزة وكريسبي، بس قليتهم بالهوائية وحطيت هيك، عملت صحن كتير طيب. كمان شاركتكم اياه بمقطع قصير شوفوه. ولهون بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى اذا حبيتوا الفيديو تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايك وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد اني بنزله. شكرا لكم على المتابعة، سلام.